السلام عليكم. لما تكونوا عايزين تعملوا حاجة حلوة تفرحوا بيها الولاد بقى وكل حبايبكم، اعملوا الوصفة دي. وكمان الناس المبتدئة اللي لسه بتتعلم الحلويات، عايزة اقول لكم ان الوصفة دي معمولة عشانكم بالظبط، كله على بعضه وبأسهل ما يمكن. واقول لكم اثناء الفيديو كده على شوية تريكات بسيطة وسهلة هتنجحها معاكم 100%. اول حاجة هنجيب 250 جرام من الزبدة، والزبدة دي لازم تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما ينفعش نطلعها من التلاجة ونستعملها. وبعد كده هنضيف بقى كوباية سكر أبيض. طبعا الوصفة الأصلية المفروض إن احنا بنحط سكر بني وسكر أبيض، السكر البني بيديها من جوه كده زي طراوة وبتبقى طرية شوية. طب احنا هنعمل ايه عشان نخليها برضو طرية؟ هقول لكم أثناء الفيديو هنعمل ايه. مهم حطيت كوباية سكر أبيض وكمان بيضتين، ولازم يكونوا برضو بدرجة حرارة المطبخ. وعلى البيض على طول نحط الفانيليا عشان ما ننساش، ربع معلقة أو ظرف فانيليا. والجميل بقى في الموضوع، وزي ما قلت لكم اول الفيديو، ان هي سهله قوي، ان انا حطيت كله على بعضه، يعني ما احتاجتش بقى لا مضرب كهرباء ولا اي حاجه، كله كده بالسباتولا او بمعلقه او باي حاجه وهنقلبه. وطبعا اللي مساعدنا جدا ان الزبده طريه قوي. بعد كده بقى هحط تلت كوبايه من الكاكاو، اي نوع عندكم بس لازم يكون نوعه جيد، وكمان يكون كاكاو خام علشان الحاجه تطلع كده طعمها حلو. طبعا لازم هنخله عشان بيبقى فيه زي تكتلات كده. وبرضه هحط عليهم ظرف من البيكنج باودر، البيكنج باودر ده يعني معلقتين صغيرين. واحط بقى 3 كوبايات من الدقيق، الدقيق ده لازم يكون دقيق فاخر او دقيق كحك وبسكويت. وكل ما احط كوبايه دقيق لازم طبعا انخلها الاول، وبعد كده هقلبها تقلبتين 3 كده علشان بس تسهل عليا الدنيا شويه. بعد كده بقى اخر كوبايه دقيق هحطها، هنقص منها حوالي ربعها او اقل من ربعها، الشويه اللي انتوا شفتهم دول. بعد ما انخلهم هحط معلقه نشا، النشا ده بقى هو اللي هيستعوض عن السكر البني، وهيخليها من جوه طريه مع ان من بره هتبقى مقرمشه جدا. يعني عندنا حلول لكل حاجة إن شاء الله. بعد كده بقى هجيب شوكليت شيبس، وده بقى بصراحة اللي بيخلي الوصفة في حتة تانية خالص. هحط كده حوالي مثلا ربع كوباية شوكليت شيبس. وبعدين بقى لما قعدت أقلب حسيت إن هي بتلزق قوي. طبعا أنا كنت شايلة حوالي ربع كوباية كده على جنب حطيتهم، يعني هي أخدت مني 3 كوبايات بالظبط. وده القوام اللي أنا عايزاه يا جماعة، شايفين إنها بتلزق إزاي؟ بإيدي اللي هي اليمين دي اللي أنا كنت بعجن بيها، هحط بقى حتة كده في إيدي الشمال وهحاول بقى أكورها كده، ألاقيها طرية قوي بس ما بتلزقش، يبقى كده القوام بتاعها مظبوط جدا. هاخد بقى اول كوره عجين كده زي ما انتوا شايفينها وحسب الحجم اللي انتوا عايزينه، وابدا بقى اكورها واحط على وشها كمان شويه كده من الشوكليت شيبس، واحطهم جنب بعض بس اسيب مسافه بين الواحده والتانيه عشان هي طبعا هتكبر شويه اثناء التسويه. وطبعا الصواني الالومنيوم اللي انا بعشقها يا جماعه، احلى خبيز واحلى تسويه في الدنيا. أنا خلّصتهم كلّهم شايفين. بعد كده بقى هاحطّهم في التلاجة حوالي 5 دقايق، 7 دقايق مش أكتر من كده، عشان بس أثناء الخبيز ما تفرش مننا. بعد كده بقى هاحطّهم في فرن على درجة حرارة 180، هيقعدوا من ربع ساعة لتلت ساعة. وأول ما يخرجوا يا جماعة لازم تسيبوهم في الصواني يبردوا خالص، لو شِلتوهم قبل كده هيكسّروا منّكم. مش قادرة أقول لكم جميل قد إيه، من برّه مقرمش ومن جوّه طري أوي كده وطعمه يجنن. أظن بعد السهولة اللي أنتم شفتوها وبعد المكونات اللي تقريبًا موجودة في كل بيوتنا، يعني ما فيش غير الشوكولاتة شيبس بس اللي اشتريته من برّه، هتعملوا الوصفة دي كل يوم، إيه رأيكم؟ يا رب تكون عجبتكم. استنى بقى تقولوا لي في التعليقات رأيكم إيه، وكمان تشيروها بقى لكل حبايبكم عشان الكل يعملها ويتهنى بيها. والأهم من كل ده زي كل فيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة. ويا رب تكون عجبتكم، وألف هنا وشفا.